ويسمى القسط الهندي، يسمى القسط الهندي. قال ففيه 7 أشفية، يعني يشافي من 7 أمراض، وقيل أكثر من ذلك، وإنما ذكر أمراضا، وذكر ابن تيمية وابن القيم، حتى الأطباء المعاصرون أيضا ذكروا أنه يعالج من أمراض كثيرة، منها در البول، ومنها طمث عند المرأة، يعني إدرار الدم عند المرأة، ويكون أكلا، ويكون سعوطا يعني يستنشق، ويكون دهانا يدهن فيه بعض الأمراض. فالمهم أنه يكون فيه علاج من أمراض كثيرة جدا، وهو القسط الهندي. فحض عليه النبي، وهذا يسمى من ال يعني العلاج النبوي، هذا من العلاج النبوي، الطب النبوي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، وأكدته أبحاث الأطباء الحديثين على هذا الأمر، فأكدوا أو لم يؤكدوا، لكن هذا ثابت وفي الصحيحين هذا الحديث. نعم.